سلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناتي مع وصفة جديدة. وصفتنا لنهار اليوم وصفة الزبيطي. كما تعرفوا هو أنواع الزبيطي: البوسعادي، المسيلي، البسكري، الجزائر، يعني ما شاء الله فيها عدة أنواع. هذا اليوم راح تشوفوا معايا هذا النوع. عندنا فلفل حلو راح نشويوه، عندنا راس توم نشويوه تاني، عندنا حبيبات طماطيش نشويوها هي والفلفل الحار. بعد ما يتشواو كامل نحطهم في ساشي نخلوهم يدبالوا باش تسهل لنا نحيو القشره تاعنا. من جهه واحده اخرى نحكموا سميد وكميه من الملح حسب الذوق، نلموه بالماء، هي يعني كسره ماء وملح فقط. نلموا السميد تاعنا نحطوها تطيب. بعد ما تطيب راح نخلوها تبرد شويه. هنايا انا حطيت كامل المكونات مع بعضها في الاشواغ ترحات. وهنا عندي تانيك المعدنوس، ربطة معدنوس، نحطهم في قدر وندير لهم ملعقة طماطم مصبرة ونحطهم على النار يسخنوا. هذا هو المهرس تاعي، البومهراس تاعي ولا المهراس تاع الزبيطي. ناخذ هذيك الكسرة تاعي اللي كنت فتتها كامل نحطها في المهراس، نزيد عليها هداك الخليط كامل اللي كنت حطيته على النار باش يسخن لي مليح مليح، ونبدا ندق حتى تدخل لي كامل هذيك المرقه اللي درتها تاع الزبيطي مع الكسره تاعي. هنا بالك وراه يطير شويه، وكما تعرفوا المرقه هذيك راهي سخونه باش تسهل لنا تدخل في الكسره تاعنا. نقعدوا ندقوا كي نشوفوا خصتنا المرقه نزيدوا ونضيفوا حتى نكملوا هذيك الكسره كامل وهذيك المرقه تاعنا، ونتحصلوا على خليط متجانس، المرقه داخله في الكرسره وكلش. بعدها راح نضيفوا كميه من الملح وكميه من الكزبر، نكملوا ندقوهم، نخلطوا مليح بالملعقه ونكملوا ندقوا الزبيطي تاعنا. هنا شوفوا اللي يحبوا هكا يخليه هكايا ما يضيف له حتى حاجه، واللي يحب ينقص شويه الحراره تاعو خاطر راهو حار فيه كميه من الحار، راح نديروا له كميه من زيت الزيتون ونحطوا المعدنوس من الفوق. وبالصحه والراحه. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم: الزبيطي البوسعادي ولا المسيلي، كل واحد واش يقول له وكل واحد ومكوناته. انا قدمت لكم هذا النوع، ان شاء الله يكون عجبكم. بالصحه والراحه. ما تنساوش الاشتراك في القناه. الى وصفات اخرى، سلام.